السلام عليكم. اهتز سكان حي بالقاسم بوحوش ببلدية الحدائق في ولاية سكيكدا ليلة الاثنين على وقع فاجعة أليمة أحدثت ضجة في المنطقة عقب قيام زوج في العقد الثالث من العمر على طعن زوجته الحامل والبالغة من العمر 27 سنة، حيث طعنها بخنجر. والمثير في القضية أن الزوج طعن زوجته في بيتها العائلي الواقع بحي بالقاسم بوحوش، مما طرح العديد من علامات الاستفهام حول أسباب هذا الاعتداء، حيث أصيبت بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من جسمها ليتم نقلها إلى مصلحة الإنعاش بمستشفى عبد الرزاق بوحارة. حالتها حرجة، حيث تتواجد في حالة غيبوبة ما بين الحياة أو الموت. وحسب المصادر فإن الضحية لقد عدة طعنات أحدثت لها جروح غائرة على مستوى البطن والصدر والرقبة، ونزفت كمية كبيرة من الدماء، وسط حيرة الجيران العائلة وأقربائها. وفقا لما ورد من معلومات من مصادر محلية، فإن الشجار الحاد يكون قد نشب بين الزوج والضحية بسبب خلاف اجتماعي قديم يتجدد بين الحين والآخر، وانتقل إلى العائلتين. وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة بشأن الحادثة تحقيقا من أجل معرفة دوافع الشجار بين الضحية والمشتبه فيه، وينتظر أن يتم إحالة المعتدي على قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدا في الساعات القادمة من أجل الفصل في أمره من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة.